ابيض يا حيكة. تمور. بس اديني سير. طب مش جاي لك انا اطلب ايدك يعني يا اسطى، هتفوق معايا كده. تاخد ايس؟ ده جديد نوفي. لا يا اسطى انا لا بلبس اوفر سايز ولا لا في الايس، انا مش عايم الشيخ زي ده. انا هات الحاجه اللي انا عارفها. يا عم خلاص يا عم، بقك اللي فتح لنا مره واحده ده خلاص. كان 350 جنيه. ايه؟ ما 50 جنيه؟ ما 50 جنيه في يدقوك يا اسطى. صيادتك يا اسطى. يا عم 50 جنيه انت عارف الحاجه غاليه، والحاجه دي بتيجي بسكتي مكتي. الله فك الدي عليك يا عنباكه يا اسطى. عنباكه كانت بتديني نص صباع ب70، الصباع كامل ب120 مش 140 يا حرامي. اشد من اللي انت بتجيبه ده. ايه الخنافس انت بتجيبها دي يا اسطى؟ براحتك اقعد مع عنباكه براحتك يا عم. انت هتيجي تستبسلها يا عم على الصبح. بص 70 جنيه وقت الكلام ده. حبوش كبسه. حبوش كبسه. ايوه كل واحد لنفسه. يلا يا جلال اقبض على نص العيال دي عشان مين يا واد الكلب هلته البلد. يلا كنت صفري احوش بطا فين؟ المحطة فين كلها اصلا؟ امشي هلته البلد. انت تعالى. ايوه انت تعالى يا ابو كابيس. وانت تعالى شكلك الشمام ده. باشا مقدم صبري. مقدم صبري انت تعرفني؟ شكلك ثوابي يالا. لا والله يا باشا انا ما ثوابي ولا حاجه. اصل انت يعني يا باشا اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. يا جلال جلال الميكروباص فاضي؟ في مكان في الميكروباص الواد ده؟ مفيش. انت منطف المنطقه يا باشا. ربنا يخليكم مصر يا باشا. فين بطاقتك ولا انت مين؟ انا مش ديلر يا حكومه. مش ديلر يا حكومه. انت في المتلازمه دي. تعالى كده بقى وريني انت مين. شغال ايه؟ شغلتي في الدايره خصومه يا باشا. اصل انا دايرتي مقسومه. يا مقسومه سانكا بونجا. انت تعال شكلك كده شمام. تعال والله ما بروش يا باشا. والله واقف مع الواد ده ليه؟ ما دام انت ما بتشتريش ولا بتعمل حاجه. واقف مع ده اصل بقول له الساعه كام. والله انا مواتن عادي يا باشا. صاحي من النوم ساعته خربانه. الساعه كام يا اسطى؟ انت مش حاجه يا باشا والله. ساعه ماشي عديها عشان الساعه. ماشي بس لو شفتك هنا تاني في الحته دي ابوت عليك المره الجايه. راح اوشتك عادي. يلا اجري. واتأخر كده ليه؟ ايه في يا اسطى؟ تيجي كده ليه؟ ماليش يا اسطى ماليش. اخد نفس الاول. في كبسه ولا ايه؟ اسكت. ده في حادثه ارشاد حصلت من شويه. كبسه؟ الحاره دي عمال اعد فيها كذا مره. عمال اجري وراها واوصل نفس المنطقه ما بجريش. المنطقه دي اللي حصل لها اصلا كان فيها شارع عمومي اخد منها. ايه ده اللي حصل اصلا في المنطقه؟ ايه ده؟ اقعد احكي لنا اللي حصل. قاعد مستني ساعتين حلقتك يا نجم. استنى اقعد احكي لك. اللي حصل ده غريب يا اسطى. حصلت حته حادثه ارشاد يا اسطى. ايه اللي حصل بقى؟ اول حاجه وطلع عند الواد حيكه اديله الامانه بتاعته واشوف اسعار الحاجه كام عنده. لقيت بيقول لي صباحته 150. 150 هفيد لما يدقوك يا حيكه. الله فك ده يا عنباكه. احب الرجوله عنباكه. الشغلانه لمت. بس انا كنت واقف مع عيال عادي فجاه كبسه جت والعيال قلبوا فراخ فجاه كده. والله الحادثه دي شبهت بالفرارجي لما بيخش ياخد الفراخ من القفص فالفراخ كلها بتدور ورا بعض. اللي حصل كده فعلا والله. بس كان مقدم صبري. لا اللي اعرفه مقدم صبري ده. فقال لي تعالى انا. قلت له لما انا مستلم والدنيا امان يا باشا. بكل ثقه كده. انا كنت بجري بس عشان كنت بلعب رياضه. ما بخافش انا من حد. عايز احكي لك موقف كده حصل معايا. كان قبل الواد ما تحبس كده باسبوع بيومين واضحك بكر بقى. كنت في اليوم ده كان يوم الخميس بقى. وانت عارفني اصلا يوم الخميس ده بقى بيبقى يوم الانسب ليا والله يا اسطى. انا بس والتيك توك بعد كده انام والله. فالمهم بقى يا اسطى كنت عند عمباكه بقى الساعه بالليل كده. ساعه الليل انت عارفها بقى. سكتم بكم بيه. فشريت عباد عمباكه. كنت شارب ايه بقى. خدت منه نص صباع عشان ايه عايز انام ومطبق. فالواد ايه كان عامل كده سجاره كده لففها اسمها سجاره السندريلا دي. افشخ اصطاف ممكن تشربها هنا. تاخد منها نفسين خلاص يلا اكنك دخلت فيلم الفيل الازرق. والله العظيم لففها كده. فحسب عليا قلت له بس اخد منك نفسين ببلاش والله. خدت منه النفسين بقى وبندم. قلت يا ريتني كنت خدت النفسين ده. هقول لك بعدين بقى. خدت النفسين بقى وودعته بقى وانا قاعدين مع بعض نحكي بقى. فخلصت بقى حكاوي ومشيت بقى. فدخلت الحاره غلط. حطيت بقى
انا مكايكه، فدخلت من مكايكه على البقالسه بقى. لقيت قدامي كمين مقدم صبري كان واقف، قلت بقى يا كده خلاص بقى هيحط بقى عمال مرشدين على صورتي على التيك توك بقى ويقولوا لي فك الدقيقه. قلت اعمل ايه يا دي؟ اعمل ياض يا تامر، اعمل ياض يا تامر. فايه اللي حصل بقى؟ واحد خارج كان رمى البتاع ارمي 70 جنيه في الارض. فقلت لا يا اسطى، فكمرتها في الشورت اللي بس يا اسطى حلوه كده بنت. ايوه علقته علقه، دخلنا على المطحنه. مقدم صبري بيقرب مني وانا داخل بقى خايف بقى، ركبي بتخبط بقى ودماغي في حته تانية. انت عارف بيقرب مني خايف. الباشا ليه هيبه كده، يالا ليه هيبه؟ شكت الجلد والشنب ده، ايده تقيله قوي يا اسطى، ايده تقيله مرزبه مرزبه مرزبه. يقدر الواد حكى حته كف في حادثه الفراخ دي يالا. بص سمع هنا في ودني. فايه بقى قعدت اخد ودي معاه بقى الباشا بقى، وخلاص بقى النهايه كتبت لي يا رجاله. يا اسطى عليه ماسكه حزام بقى كده، يعمل لك كده وايده مرزبه، ايده تقيله قوي يعمل كده، وانا ما كنتش لابس حزام بقى. شد البطلون بالاستيك بقى وفتك الاستيك والله يا اسطى. قال لي فتشني. قلت فتشني. لا جيب تمام، لا التليفون بس وعلبة السجاير الفاضية. فقعد يفتش بقى، قال لي ايه ده؟ بالقنص. قلت ايه اللي بيخشول ده؟ قلت له يا باشا ده كيس. قال لي كيس ايه؟ قعدت بقى اقول اصل انا كنت عند الدكتور يا باشا. دكتور يا قلت له يا باشا دكتور الذكورة. جت في دماغي كده، انا كنت اقول دكتور بطنه بس قال لي ده جاب بطنه هنا. فقال لي ليه؟ قلت له اصل المدام خضبانه مني. صعبت عليه انا بقى وقعد يبص لي كده، قلت له اصل انا عندي مرض معدي. فعمل كده امشي امشي امشي. تخيل بقى انا كنت حاطط الكيس بقى ورميته بقى. الحمد لله ربك بيستر. قول لي انا ايه اللي حصل ده؟ وايه الحاجات الناس الجديده دي يعني؟ والايس والمايس 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 حايس ايه ده يا اسطى ده؟ فين الحاجات القديمه يا اسطى؟ في يا اسطى الناس كلها في الحاره كلها بريحه البانجو فايح فيها لحد ما الاوزون تفرتك يا اسطى. فين يا اسطى؟ وكيمو بحكي له بيقول لي انت يا اسطى بقيت جده. قال له انت كده الحاجات دي ادمت يا اسطى. قلت له ايس وايس الحاجات دي بتاعت العيال الصغيره، العيال اللي هي الروشه دي اللي هم بتوع زايد ومايد ودايد ودنتي. طب بشوف حاجات غريبه قوي يا اسطى، بشوف عربيات نضيفه وحاجات نضيفه، ريحتها اوكسي ريحتها اريا ريحتها نضيف يالا. وشوف عربيات فيها بنات. ايه ده يا اسطى؟ قلت ايه ده؟ هو في ايه اللي حصل يا اسطى؟ انا كنت فاكرها اداب، لكن لا كل ده عشان ايس. انا افتكرت كيمو كونو دخلت المجال يا اسطى والله. عامة انا شكل ده جايب لي الكافي يا اسطى. يعني مثلا لما قدام صبري لما جه هو ما جاش على اساس ان انا ديلر. الشكل ده اصلا ما بيوحش غير حاجتين، متعاطي يا مرشد. انا اختار المتعاطي احسن، مبقاش مرشد يا اسطى. يعني تبقى اورني لكن مبقاش مرشد يا اسطى. يا لهوي انت عارف سمعت انك مرشد، عارف تعمل فيها ايه؟ دي بقى قطع القبض يا اسطى. انا عايز احكي لك موقف غريب قوي. الواد اللي لسه العربيه اللي هو شغال عليها بقى، فمره ايه صدفه كده ربنا ما يعملها تاني. هو حلفان ما يجيبني في عربيته تاني بعد الموقف ده. اقول لك ليه؟ انه خدنا في العربيه انا والواد كيمو والواد بودا. تخيل بقى احنا اربعه نتجمع في عربيه زي دي وهو شغال عليها بقى، هنعمل ايه؟ اقل حاجه مصيبه، دي اقل حاجه. جبنا عربيه بقى ومشينا وكنا مسطلين بقى، كنا جايبين ايه بقى؟ صبع كبير كده كل واحد يقسم. لا بودا كيوت قوي، بودا اخره سجاره يعمل السيجاره يجيب ولا بفره ويعملها. ده اخره بودا ده. ايه الواد لسه عايز يشرب عشان هو اللي بيسوق، فلو شرب احنا هنبقى عريس الجنه بقى، يحطونا يافط على الحاره هنا. بس بقى كنا قاعدين في العربيه بقى والرول لسه جاي ونلف سجاير بقى ومشغلين اسلام كابونجا بقى على الاخر، لسه عمال يسوق بينا لحد ايه بقى لسه بقى جات له الحصر عايز اخش الحمام. فعدينا قدام كافيه كده محترم كبير قوي يعني، عمال نخش الشوارع جوه شوارع فمش فاكر الاماكن. فقال لي بص يا اسطى هخش الحمام واجي. قلت له يا عم روح. فقعدت انا والواد بساطين نشرب بقى. الواد عوق قعد ربع ساعه 15 دقيقه يا اسطى في الحمام بيفك ميه. فقلت لكيمو اصلا انا زهقان، فاخدت مكانه السواق وقعدت اسوق بقى. قلت له بص انا زهقان وعايز نتفسح كده. مشينا بقى والواد بودا نام مننا بقى، كان بيطبق جامد. قعدت في العربيه وانا مش عارف حاجه اصلا، يعني انا مش عارف حاجه وعمال اسوق كده وخلاص. داس على الدبرياج وانا والسيجاره في ايدي فمش عارف حاجه. دخلنا حته الشارع يالا، شارع نضيف يا اسطى، شارع من كنت نظافته مفيش حد نقطه بلغم حد تاني في كيس شيبسي. فقعدت بص بقى كيمو كده وقلت له ايه ده يا اسطى؟ احنا عدينا البحر والحدود وراح هنسلم على وادي السويس في ايطاليا. الشارع نضيف قوي. قلت بقى خلاص بقى احنا كده وصلنا ايطاليا بقى ولا اوروبا بقى، الشارع نضيف يا اسطى. قلت الشوارع دي اللي استحاله تكون في مصر. فقال ماشيين بقى، قال لي بمشي كده لقينا بنتين بقى يا اسطى، بنتين جمال جمال جمال
والبنتين دول يالا كانوا ضاربين 2 كيلو بكاش في وشهم، اتنين ابيض من بعض، ولابسين الجيبه اللي هي بتلمع دي، عارف الجيبه اللي بتلمع دي السودا؟ ايوه، ولابسين جواكت جسمه بكعب وساقين شعرهم. قلت له مش وقته، مفيش مكان في العربيه، الواد بودا واخد نفرين جوه ونايم ورا. فافتكرتهم من ايطاليا بقى، ما انا بقول لك بقى انا شوارع نضيفه بقى. فقعدت اقول لهم هير يو كان سبيك بالانجلش، احنا فين ولا احنا فين ولا ايه الساعه؟ فالبنت عوجت بقها عوجه يالا. قلت بس مصرية العوجة دي والبق المقلم ده. فالبنت قالت لا انتوا مجانين بقى، وعملت تمحرسوا وتمهرسوا بقى وتنلسوا، وطلعت لنا حتة الشباب من مناخيرها يالا لسه بتنين في ودني لحد دلوقتي يعني. البودة يا عيني صحي كده يا عيني اتنفض. فقال في ايه يا رجاله؟ قلت له نام يا حبيبي، نام يا حبيبي، لسه بادي ما احناش النار لسه بنتحاسب. نام لو نفس النار برن عليك. هو تصدق وينام فعلا. وانت عارف بقى بقي بقى انا لساني طويل بقى، يفرق معايا بت ولا وز. قلت لها بنت تعملي ايه بقى، احنا ارجع منك والفوق يلا هلسيا بتاعت كاسيا يا امو حساسه. البنت سكتت بقى ومشينا، سكت العربيه وماشي. فقعدت ماشي بقى، قلت نرجع مصر امتى بقى؟ ففضلت ماشي فجاه كده يالا شوف سبحان الله، طلعنا بالشارع، طلعنا على السوق، لقينا سوق كده يالا بانه 5 جنيه سماعه، ب5 جنيه سماعه، ب60 جنيه وفكهاني وخضارجي وبتاع فراخ. قلنا وانت ماشي في مصر شايف 1000 ضحكه بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف قد ايه فرحانه بيك. الغربه وحشه يا رجاله، رجعنا مصر، رجعنا وطننا الام. وانا بقى مش في دماغنا الواد الليسي بقى يا عيني اللي معرفش يتسلق يا عيني من الحمام هناك. ماشيين بقى وحشتنا مصر جميله يالا. سمعنا كنا فين؟ احنا كنا في ايطاليا يالا، فين السويسي والعيال دي. بص كان الواد كمله زلام مني، انا الواحد اللي سايق، فعمال يقول انا ناسي مين، انا ناسي حاجه بس مش فاكر ايه هي اصلا. يرن على الواد الليسي الحمام، وراح اشخ فتحت عليه قلت له الو ليسي. فقال انتوا فين يا ولاد ده انا بقالي ساعتين في الشارع. قلت له يا ساعتين في الشارع؟ قلت له يا اسطى احنا كنا في ايطاليا وبتجيب حاجه وبنسلم على السويسي ورجعنا تاني مصر. فهو عرف بقى احنا بقى كنا في مساطيل بقى. قلت له انا فين؟ قلت له انا في مصر، انا جيت دخلت سوق كده غريب فجينا بطياره. قلت له خلاص انا جاي. فقال لي ارجع تاني مطرح ما جيت، وانا اصلا مش فاكر ان كنا فين اصلا. بعد كده رجعنا، الواد لسي شتمنا قال لي حاجه شتمنا، بس قلت له يا عم شتمنا ليه؟ انا كنت ده اللي فاكره بس. ومن ساعتها الواد لسي حالف اقسم بالله ما فسح كنت انا بعربيه. لا والله كده. عايز اقول بقى بمناسبه نهايه الحلقه، انت اقوى من المخدرات ومن اللايس ومن الايس كريم ومن الجيلاتي الكيمو كونو ومن دولسيكا واعلان محمد صلاح. انت طبعا عمرك يا جعر يا معفن وزارته ما تبقى محمد صلاح. بس اهم حاجه نعمل لايك للفيديو محمد صلاح ولا مخدرات، وانت اول من المخدرات وبس كده. يعني دي النصيحه لكل الشباب عشان ما تبقاش زينا كده تفتكر نفسك في ايطاليا وانت في وطنك الام. فاي حاجه اصلا سيكا بنقدم محتوى توعوي للشباب، ونقول لكم ان انتوا من المخدرات. حتى البنات يا اسطى مالكش دعوه بيهم خالص. ان ايه اخوك الكروان قال لك الحب كلام سكه مضلمه ولا غرام واخرها لام. حكمه اليوم بقى الاسطى تموره بيقول لكم ما تجليش ورا الاموره، لان في الاخر مش هتديلك دور البطوله. واسمع الكلام يا اسطوره واضرب.